هذا السر هذه الليلة. فكانت رفع الأعمال في شهر شعبان الذي وقال فيه هذا شهري، بيقول يعني تحت شفاعتي ما تخافوا صلى الله عليه سيدي يا رسول الله، شهري. وشهر الصلاة عليه والصلاة عليه كذلك، نعم، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. هاو شهر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي ليلة مباركة، لهذا من نخاف ولا نهاب من هذه الليلة يا سيادنا، لأن تقرأ في بعض الكتب بأن ليلة وقرأ فيها الدعاء وعندك كذا، نقول مولانا سماها ليلة مباركة، ما نخاف. والحمد لله أن سيدنا رسول الله لما قال بأن الله سبحانه يتنزل في هذه الليلة، وما تظن فاني تقول هذه خاصة يعني بتنزل الله سبحانه وتجليه، إذا سيدنا رسول الله ما عنده، نقول ما تنزل سيدنا الحق سبحانه وتعالى، اسمع، إلا في مظهرية سيدنا رسول الله. حد يقول الله هذا ما نقول له يا سيدي افهم لا بالعقل برك. هل تستطيع أن تقول طاعة مولانا من دون اتباع سيدنا رسول الله؟ هو شيء واحد ولا لا؟ الصلاة الآن طاعة لله أم لا؟ والصيام، ولكن في ذات الوقت هو اتباع لسيدنا رسول الله. قل أو لا تقل، انوي في قلبك، قول يا ربي إنني أطيعك ولكن لا أتبع سيدنا رسول الله. ماذا سيحصل يا سيدنا؟ سيسخط عليك الله. كذلك باقي تقول يا ربي باقي تجليك ولكن من دون واسطة سيدنا رسول الله، فلن يقبلك الله. والله يا محمد لن أقبلهم حتى يأتوا من خلفك. اللهم صل على سيدنا. هو ضماننا سيدنا رسول الله، ما شو يدير بينا احنا، ولكن ضمان لنا رحمة بنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا السر في هذه الليلة. واستثنى اثنين وهما المشرك والمشرك أو خارج متهنين منه من الأمة المحمدية، ولكن واحد آخر في الأمة استثناه صلى الله عليه وسلم، وهو المشاحن. وفي رواية لأخيه سئل الإمام أحمد كما رواه الطبراني ما المشاحن هذا؟ فقال المشاحن هو الذي خرج على جماعة المسلمين وبدأ يبدعهم ويكفرهم. عرفنا ابن المشاحن هنا راه أكبر من كونه مش متفاهم هو أخوه. هذيك السنة إن شاء الله مولانا يغفرها إن شاء الله، وإن كان سيادنا الفقهاء يخوفونا بشوية هذه، ولكن معنا في محل زينة، يعني مش متفاهم هو أخوه معنا خوفوه. ولكن المشاحن هذا اللي يخرج من التجلي هذا واحد يعني عنده إشكالية كبيرة، كما الإرهابيين هذول عم يقتلوا في المسلمين وعم يكفروا فيهم، هذا إشكالية. لماذا؟ هذا يشقوا في عصا المسلمين. سيدنا رسول الله يجمع وهم يفرقوا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب وهم يبغضوا، هو ييسر وهم يعسروا، هو يكثر في أمته وهم يقلوا فيها، أنت مشرك كافر اخرج، هو يباهي وهم يلعنوا. إذن هادو جايين وش يديروا؟ يشاحنوا في سيدنا رسول الله مش يشاحنوه. إذن المشاحن هنا راه عنده معنى أكبر من كونه إشكاليته، كما أن المشرك يشاحن الله، فهذا المشاحن هذا يشاحن في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا والعياذ بالله، نعم، هذا التفرقة هذه ما فيها. فمن دخل تحت لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله من حيث شهادة التوحيد خرج من الشرك، ومن انضم إلى جماعة المسلمين الحمد لله حتى ولو كان عاصيا إن شاء الله داخل تحت الشفاعة، لأن سيدنا رسول الله قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومهما كان المشاحن لأخيره من أهل الكبائر يعني، أو قاطع لرحمه، أو إن شاء الله داخل تحت هذه الشفاعة إن شاء الله. نعم.